السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه بالنسبة لي أنا الجزائر، مصر، المغرب، الكل معناها بالنسبة لي أنا بطبيعة حال نتفاعل إيجابيا، ما عندناش فرق، ولكن الحقيقة شعور خاص جدا مع الفريق الجزائري، لأني أيضا من الناس اللي أمنت به، وكنت أتذكر في الحصة الأولى والكلمة الأولى اللي قلتها على الفريق الجزائري القليب. قلت لا، قلت القليب. قلت لك الفريق الجزائري جاي في صمت وسيتكلم خلال البطولة، بل اليوم كان في صمت وتكلم وغنى، وكانت سيمفونية جزائرية رائعة جدا. منين باش نبدا لك على الفريق الجزائري؟ كنت أتذكر أيضا المقابلة الثالثة، قلت اليوم في المقابلة الثالثة بيتكوفيتش حتى البصمة نتاعو بالنسبة لي أنا على الفريق الجزائري، وتأكد ذلك تلك البصمة اليوم. من أنقذ الفريق الجزائري؟ من مكن الفريق الجزائري من العبور؟ البدلاء كانت لهم وصفة الدواء. البدلاء هم اللي جابوا نتيجة المقابلة. معناها يخرج رياض محرز في دقيقة 60، ثم يخرج مازا ويخرج الكل، والفريق الجزائري ذكرت أن لم البدلاء يتغير. كانت لهم وصفة الدواء. وصفة الدواء، وهذا ولا والعملية متاع الهدف واحد صناعة وواحد تسجيل. بالضبط بالضبط. معناها أول ردة فعل بعد الهدف والعيطة والسياح، وأنه شوف من صنع ومن سجل. وقلت ربما ما تبعتش برشا الحقيقة، لأن كنا يعني شوية أعصابنا مشدودين. ملا بيكوفيتش؟ لا ملا مدرب صراحة. لا، حاجة أخرى على المدرب في كلمة الهدوء. ما ريتش تدور في كل المدربين يا ولدي. قال لك كي كان يدرب في لاجو يعيطوا له الدكتور. هذاك علاش قلت الدواء، انا مش الدواء من عدم. وقع صيدليه تتوفر فيها كل الادويه، وهو بنك البدلاء بتاع الفريق الجزائري. مدرب اسمع يعطي، شوف وقت المدرب يبدا رايض، المدرب يبدا ماسك اعصابه، المدرب لا يتدخل الا في جزئيات قليله، يعطي الهدوء للفريق. وقت اللي مدرب يبدا متشنج. تكلمت عن مدرب، لاحظت رياض محرز وهو يهمس في اذن المدرب. هذيك احسن لقطه، لا احسن لقطه. شوف رياض محرز وما ادراك، قائد الفريق والتاريخ نتاعو وغيره، وهز وانه يخرج في دقيقه 60 واي رده فعل. لا رده فعل، ويقبل ان يكون ربما كان تذكر انت جبت رونالدو، تذكروا رونالدو في النهائي 2016 بتاع اليورو، عندما خرج اصبح يهمس في اذن المدرب نتاعو، لانه يقرا. طيب احلاها العلاقه. وحيد رايك في معلومه حصريه في خصوص هذه النقطه؟ معلومه حصريه؟ مصدر خاص. انا حديث محرز اللي جرى بينه وبين بيتكوفيتش، طلب من المدرب او تشاور معه وطلب منه ان يدخل زروقي وكذلك بولبينا. هذا هو القائد الذي نحتاجه في المنتخب. محرز للمباراة الثانية التي يقوم فيها المدرب بإخراجه. تخيل محرز في وقت ما لا يوجد مدرب بإمكانه أن يقوم بإخراجه في النسخ الماضية، لكن اليوم أخرجه للمباراة الثانية، وبعد أن خرج وهو من وهمس للمدرب وطلب منه أن يدخل زروقي وكذلك بولبينا. زروقي الذي تعرض لانتقادات كبيرة خلال الفترات الماضية، أكثر لاعب تعرض للهجمات هو زروقي، دخل في المباراة وقدم أسيست. يعني فقط أنا الوحيد ممكن من الناس الوحيدين الذين يعني دافعوا على زروقي في فترات ما. بس أنت الوحيد وأنت وحيد. وأنا الوحيد. الوحيد الذي يقرأ. لهذا قلت أنا أسعد واحد في اليوم، أنا أسعد واحد. كلنا سعيدين بهذا. صابر وبدر، أعطيكم إتاحة فرصة لكل ما شاهدنا من أمور إيجابية. شوف احنا كلنا كنا متفقين على انه هدف الكعبي في جزر القمر المقصية هي أجمل الأهداف على الإطلاق. صح. النهاردة دخلنا في جدال أيهما أجمل. شوف وصلت قيمة هذا الهدف وجمال هذا الهدف. صحيح يمكن يبدو أنه في الشكل الجمالي ليس في جمالية هدف أيوب الكعبي، ولكن في الأهمية وفي الحسم وفي التوقيت برافو عليك، وفي التوقيت وفي هذه اللحظه والمباراه العصيبه، وان انت توصل للاشواط الاضافيه، وفي الحسم وان تكون بديل وبمجرد بالنزول وصناعه من بديل اخر. كل دي عوامل بتخلي كفه هذا الهدف لا تقل
في القيمه عن كفه ايوب الكعبي. ارجع لجزئيه رياض محرز. رياض محرز في هذا الحوار القصير ما بينه وما بين المدرب في اكثر من قيمه قبلها بالطبع. قيمه خروج رياض محرز وما ادراك ما رياض محرز، والنهارده عمل رقم قياسي بالمناسبه هنذكره في معرض الحلقه، تفوق فيه على الاسطوره رابح ماجر النهارده هو وعيسى مندي. لما يخرج بهذه الروح ويفضل على الخط ويوجه زمايله، مفيش الغضب اللي احنا بنشوفه في بعض النجوم، وكمان المدرب وقيمه المدرب وثقته في نفسه. نعم، في هذه الهدف من كل الزوايا شاهدناه، فكما ذكرت هدف جميل، ورابح ماجر كذلك سجل هدف جميل. اهداف ما فيش اجمل منها طبعا اسطوره رابح ماجر. ولكن انا بتكلم على الارقام النهارده. رياض محرز لعب المباراه 23 في بطوله افريقيا مع عيسى مندي، تفوق على الاسطوره رابح ماجر كان لاعب 22 مباراه فقط. الجزئيه بتاعه المدرب اللي انا حابب اشير ليها، احيانا بنلاقي بعض المدربين بياخدهم الكبر والغرور انه ما يسمعش